النهارده ان شاء الله هعمل لكم جوافه، منها عصير ومنها خزين. الجوافه دلوقتي كتير في السوق، ويعني بركه ربنا حلوه ومليانه وكلها لحم، ماشي، ورخيصه برضه. هنسمي بسم الله ونقول ايدك يا ربي معايا. انا جايبه بصراحه كميه حلوه، بس انا هعمل معاها يعني معاكم نصها. دي جوافه، وعشان ما اخدش وقتي منكم مسكتها غسلتها وقطعتها. انا هوريكم خطوه خطوه، ماشي. اي تقطيعه انت عايزاها اعمليها يا حبيبتي. انا هزق دي كده شويه. بصوا حبايبي اهي، بصوا التقطيعه دي ماشي. هوريها لكم دلوقتي. هتمسكي الجوافيه، طبعا انا غسلاها. بصي بتطلعي الحته الصفراء منها دي كده اهو. هوريكم تاني. وتروحي عاملاها حتت مدوره كده، شايفاها اهي، زي حلقات البطاطس. دي طريقه، ماشي. والطريقه اللي هي دي، بصوا كده اهو، تقطعوها كده 4. شايفين ببركه ربنا اهو. اهي دي زي دي، يعني التقطيعه اللي انت عايزاها اعمليها. برضو دي هنعملها حلقات اللي هي ايه، زي البطاطس. انا بحب الحته دي قوي بصراحه. بحب اللي انا اعمل جوافه حلقات اكتر من ايه شرايح زي دي. دي بقى انا غسلاها، بس انا هوريها لكم. بشيل الزره دي كده اهو، شايفينها، واشيل الزره دي كده اهو اهي. وهعملها برضو زي ما قلت لكم، زي حلقات البطاطس، شايفين اهو. ببركه ربنا بصوا الكميه اهي. اعملي انت على قدك، وزي ما قلت لك قبل كده كل فيديو انا بقول كل واحد يعمل على قده يا جماعه، ماشي. ببركه ربنا هتمسكوها تعملوا عصير وتخزنوها معاكم في التلاجة. هتعملوا ايه؟ ده انا هعمله معاكم عصير، ماشي. لكن ده انا هقول لكم هنتخزن ازاي. اهو شايفينه اهو يا حبايبي. هجيب كيس زي كده على قد الكميه اللي انت هتعمليها انت وعيالك. هتروحي ماسكاها، تروحي مخزنه، ماشي. ولا احط عليها ليمون ولا اي حاجه خالص اهي. املي الكيس. انا على فكره بحط في شنط كبيره، بس انا عشان اوريكم في اكياس. انتوا براحتكم. انا بحب يعني اعمل كميه عصير في اكياس كبيره، لكن انا جبت لكم كيس صغير اهو عشان احط فيه، ماشي. هنملى الكيس على قد الكميه اللي انتوا عايزينها اهو، ماشي. شايفينه قيمه كيلو اهو. همسكه مش هربطه ولا حاجه، واروح لفه كده اهو. يا اما مثلا لو فلت معاكي في التلاجة نربطه. نمسك كده الكيس، نروح رابطينه كده اهو، واروح عاملين اهو. بص بقى ده كده اهي. كده اصبح ايه، عملنا ايه، الجوافه في الاكياس. وممكن في شنط، هعبي شنط برضو وهوريكم. دي طريقه، ماشي. هوريكم الطريقه التانية. بص حبايبي، الجوافه هي اللي طبعا الكيس اللي انا عبيته. جبت كيس تاني عشان انا عندي لقيت كام ايه صابع موز اهو. بصوا صابع اللي هو اللي قلت لكم عليه، اللي هو بيبقى مستوي زي كده. ما ترموش ولا حاجه، هيبقى جميل قوي مع الجوافه. اي موز معاكي حطيه زي ما قلت لك، ولا ليمون ولا حاجه. بص هجيب كيس كده واحط الجوافه، ماشي اهو. كميه الجوافه تحطيها بعد ما تعبي كده، ماشي حبيبتي. تروحي حاطه صابع موز في قلبه كده. طب الموز هيسود من غير ليمون ولا حاجه، لا ما تخافيش. هتمسكي وتروحي ربطاه برده، ماشي. وتروحي عاملاه كده اهو، وتروحي حاطاه. يبقى اصبح الموز بالجوافه. والكيس ده انا ما حطيتش فيه موز، هفكه تاني واحطه معاكم دلوقتي، ماشي حبايبي اهو. يبقى كده موز مع الجوافه. تطلعي كيس الجوافه على طول يبقى فيه صابع الموز. تعملي عايزه تكتري كتري، ماشي. انا هخلي دلوقتي عشان الكيس التاني يبقى كل كيس فيه صابع موز. عندك موز كتير، انا ما عنديش غير ده بصراحه. لو عندك انت موز كتير حطي صابعين، حطي 3، حطي اللي انت عايزاه، ماشي اهو. هعمل دولت واقول لكم هنعمل ايه. بص حبايبي، هنا هجيب كوبايه سكر، شايفين اهي. كوبايه سكر، ماشي، باينه كده اهي. كوبايه سكر هدلقها كده اهو، وهدلق معاها كوبايه ميه، شايفينها اهي. بس السكر ده اختياري زي ما قلت لكم. السكر الكتير حطوه، قليل حطوه، على حسب ما انتوا عايزين. بصوا حبايبي كده حطيت كوبايه السكر وكوبايه الميه. هشغل بس عليها كده. هنعم السكر مرتين 3 وهقول لكم هنعمل ايه تاني. بصوا حبايبي، بعد ما نعمت اهو، بصي عمل ازاي فتح قوي. ده سكر وميه بس،
سكر وميه بس. ماشي يا حبايبي، لان انا بحب اي نوع عصير زي ما انا مفهماكم ان انا بحب انعم السكر الاول قبل ايه، قبل ما احط العصير، عشان ما يبقاش وانت بتشربي العصير السكر لسه ايه حبيبات ما نعمش. وهجيب يا ستي لما انت كوبايه لبن. بصوا اهي كوبايه لبن، اللي حابب يعمله كده ماشي، مش حابب يحط لبن اهو. شايفين اهو، هحط لبن واحط الجوافه دي شايفينها اهي، وصابع الموز اهو، احط موز اهو واحط جوافه. يبقى كده حطينا ايه، كوبايه سكر كوبايه ميه دوبناهم في الاول عشان حبيبات السكر. ماشي، وتيجي تروح حاطه موز زي ما قلت لك، لو عندك موز كتير كتري، عندك موز قليل حطي واحد زي ما انا حطيت كده اهو. ماشي، بس انا هحط واحد تاني اهو. والجوافه تحطيها. طب الجوافه عاملاها بالبذر، ما تخافيش هنصفيها دلوقتي مع بعض. شايفاها اهو يا حبيبتي، كميه الموز اللي انت عايزه تحطيها حطيها. بصوا صابع تاني اهو حطيت، يبقى انا كده حطيت صابعين وموز وايه وجوافه. الجوافه ام بذر دي هنصفيها مع بعض دلوقتي، بس هحط الكميه دي ماشي، وتنعميها حلو زي ما انت عارفه. اللي مش حابب يحط لبن عادي ممكن تمشي ميه. ماشي اهو يا حبايبي. عايزه تحطي مكان السكر عسل حطي، يبقى انت لو حطيتي عسل اللي هو العسل النحل الابيض يبقى انت ما تدوبيش الميه في السكر، حطي كله على بعض واضربيه مره واحده. لكن انا اللي خلاني بحط في الاول واضربه زي ما قلت لكم عشان حبيبات السكر. بصوا هجيبوا مصفى زي دي هتسموه بسم الله. بصوا اهي وبالراحه وانتوا بتصفوا اهو. بصوا اهو اول ما المصفى تتملي كده تستنوا. بصوا اهو شايفينها اهي، تستنوا لحد ما ينزل عشان ما تنسوش ان احنا عاملينه تقيل. لو حبيتي تخففيه زياده عن كده يا تخففيه لبن يا ميه. شايفاه اهو، يا تخففيه ايه يا لبن يا ميه. ماشي يا حبيبتي، وجيبي مصفى خرمها واسعه بس مش واسعه قوي عشان ما تنزلكيش البذر. انا هوريكي بس الايه الحبه دول، وبعد كده هصفي باب الشفشق كله مع نفسي. بص حبايبي اهو شايفين هاتي دي عشان ما اعمل لكمش صوت اهو. شايفينها اهو، بس بعد ما اقول ايه اهو يا حبايبي. بصوا اهو عملت شويه تاني اهو. بصوا شايفينه اهو، تقلبي بالمعلقه لحد ما ينزل اهو يا حبايبي. بصوا اعمل ازاي بينزل ازاي اهو. بصوا حبايبي اهو شايفين العصير عامل ازاي. هتوريهم البذر. بصوا شايفينه ده كله بقى بتصفيه، ولو لقيتيه تقيل زوديه شويه ميه، ما لقيتهوش تقيل خلاص. بصوا ده كله بقى هيترمي، بس حاولي تنزليه شويه ماشي، يعني العصاره بتاعت الجوافه. انا هرمي دولت في الزباله وهعصر الباقي واوريه لكم. بصوا حبايبي ادي الجوافه بعد ما عملتها شايفين اهو. بصوا بركه ربنا تقيله ازاي وحلوه. شايفين اهو. بصوا حبايبي ايه رايكم؟ مش عايزه احلى من كده بالامان. جميل كله فوايد، في موز في لبن في سكر، عايزه تحطي بدل عسل زي ما قلت لك ماشي، والجوافه لوحدها حكايه. طب انا ما عنديش موز يا يسا ولا عندي لبن، اعمليه جوافه بميه بسكر او بعسل زي الفل. فهمتي؟ محدش هيقف على حاجه على فكره يا حبيبتي. يعني معاكي جوافه لوحدها ماشيه، معاكي عليها موز ماشيه، عليها لبن ماشيه، مفيش حاجه دلوقتي بتقول لا. اي حاجه بس اهم حاجه تعملي اللي عيل ماشي. انا عندي بقى ايه شويه رمان، انت بقى تزيني دي بمعرفتك، مش عايزه براحتك. الرمان ده انا عندي في التلاجة
بصراحه بحب الرمان كتير قوي واحطه في التلاجة عشان كله حديد زي ما انتوا عارفين. بصوا اهو، ده لو عندك زياده، ما عندكيش خلاص يا حبيبتي ما تحطيش اي حاجه. شايفه اهو. وطبعا عشان نعرف ان الجوافه دي بالموز هنحط ايه، كام واحده موزه كده. ماشي اهي، كده كده هو اصلا هينزل لتحت. ماشي حبيبتي، وبألف هنا وشفا. ايه رأيك؟ هوريكم دلوقتي اللي انا ايه معبياه في الاكياس وتشوفوه. ماشي، دي الجوافة اللي تخزنيها في التلاجة. ماشي، زي ما قلت لك عندك موز مستوي حطي عليه مش هيعمل اي حاجة، حطيتي لبن هيفتح، ما حطيتيش كده كده الجوافة هتفتح لوحدها. ماشي حبيبتي، يبقى انت عندك جوافة عبيتي عليها موز زي ما قلت لك الكمية اللي عندك. انا عبيت كيسين اهو وده هعبيه مع نفسي. ماشي، واديني وريتكم. والعصير اللي انا عملته اهو يا حبيبتي، يبقى دي الخزين ودي ايه اللي انا عملته عصير. بصوا حبايبي، احنا داخل علينا صيام، بألف هنا وشفا ليكوا ولينا. ماشي، الصيام ده احنا ما بنستعملش لبن بصراحة، اللبن ما بنستعملهوش. يعني انا لو عملت ان شاء الله الكمية دي، هات هنا وريها، لو انا عملت الكمية دي مش هحط لبن، هيبقى دولت بس. ولو حبيت احط موز تاني فريش هحط. ماشي حبايبي، انا بوريكم اللي ايه اللي انا هعمله، لان احنا الصيام ان شاء الله الاسبوع الجاي عليكم بخير. يبقى انا هعمل جوافه بموز بميه بسكر بس. انت لو حبيتي يعني عشان اطفالك تغذيه شويه حطي لبن، ما حبيتيش كله مش هيقول لا. بألف هنا وشفا ليكم ولينا. ما تنسوش اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس يوصلكوا كل جديد من ميسر، واللي انتوا عايزينه اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اعملوا لايك. مع السلامه حبايبي، بألف هنا وشفا.